السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع متابعين قناة سعد ولد العاصمة. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أفضل الأحوال. غنرجعوا مرة أخرى في فيديو جديد في قضية ناصر الجن والفرار ديالو من الاعتقال أو من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه شنقريحة ومجموعة من القيادات العسكرية. الأمور ما زالت كتطور صراحة في هذا الملف هذا، وما زلنا نرى كيف أن النظام العسكري يحاول جاهدا أن يلملم فصول هذه الفضيحة التي ألمت بالقيادة العسكرية في الجزائر. هروب ناصر الجن صراحة فضح مجموعة من الملفات وكشف مجموعة من الحقائق اللي ربما ما زالت فصولها كتبان من وقت لآخر. آخرها هو ما صرح به أمير ديزاد المقيم في فرنسا، اللاجئ السياسي المعارض للنظام الجزائري بين قوسين، الذي أعتقد سيكون هو أكبر خاسر من هذا الفرار ديال ناصر الجن. قد تسألون لماذا؟ اللي تبع أطوار الأحداث سيكتشف بأن أمير ديزاد هو من كشف للنظام العسكري مكان اختباء الجنرال ناصر الجن والقائد المخابرات الداخلية الأسبق في الجزائر. تدوينة ديال ناصر الجن اللي حددت المكان ديالو بالتحديد في نواحي الجزائر العاصمة، وعطات المكان ديالو بتفصيل واضح مما مكن من محاصرة المنطقة والاعتقال ديالو. هنا كنرجعوا باش نأكدوا الكلام اللي سبق لنا قلناه بأن الجزائر لا تمتلك معارضة حقيقية، وأن كل المعارضة الموجودة في الخارج تخدم مصالح مجموعة من الأجنحة داخل النظام الجزائري. فالآن أنا متأكد بأن أمير ديزاد اللي كيقول دائما بأن عنده من يأتيه بالأخبار من داخل المرمطة، من داخل النظام الجزائري، اليوم كيتبين بأن هناك جناح آخر الذي أراد أن يلملم الوضع وإعادة ناصر الجن قبل خروجه من الجزائر. وهذا الدور البائس قام به أمير ديزاد اللي فضح المكان ديالو، واللي ممكن نقولوا أنه سلم رقبته إلى النظام العسكري بكل وضوح. إذن هذا أول درس اكتشفناه اليوم في هذه الواقعة ديال ناصر الجن والهروب ديالو، واللي خصنا ناخذوه درس جيد نحن كمغاربة، أنه ليس في القنافذ أملس، وأن أغلب المعارضة الجزائرية كتخدم جهات وأجنحة عسكرية واستخباراتية وأمنية داخل الجزائر. النقطة الثانية هي ما صرحت به طاطا عجية أو المسمى مصطفى بونيف، هذا حذاء المخابرات، والذي يدعي بأن ناصر الجن يمتلك مجموعة من الملفات الخطيرة جدا، واللي كان دايرها في واحد اليوسبي، وأنه كان على تواصل مع المخابرات المغربية كما يدعي، وأنه كان من المفترض أنه سلمها للمخابرات المغربية في مقابل حماية الزوجة ديالو والأبناء ديالو اللي عندهم الجنسية المغربية والذين يقيمون في المغرب حسب قول بونيف. طبعا كنعرفوا النظام الجزائري مولوع بشي حاجة سميتها المروك، ودائما خصهم يلقاو فين يدخلونا تحنا ويديروا لنا تحنا طرف امثال هذه القضيه، وباش في نفس الوقت يرددوا ديك السرديه بان الرجل يلصقوا له تهمه التخابر مع المغرب، باش المصير اللي واجهه مستقبلا ما غاديش يلقى اي اعتراض من قبل الشارع المغربي، بحكم انه متهم انه يتخابر مع العدو الكلاسيكي للجزائر وهو المغرب. خاصنا نركزوا مزيان في هذه الروايه. علاش؟ لأن أول شيء جميعنا متأكدون بأن ناصر الجن عنده ملفات سوداء، لا على شنقريحة ولا على كل الأجنحة العسكرية داخل الجزائر، بل حتى على النظام السابق الجزائري. كيف لا، وهو الرجل الذي كان أحد مهندسي العشرية السوداء، هو الرجل اللي يديه ملطخة بدماء الجزائريين، هو الرجل اللي عنده من الجرائم ضد الشعب الجزائري ما لا يعد ولا يحصى، هو الرجل اللي باقين دماء الأبرياء المختطفون والمختفون اللي ماتوا جزء منهم في العشية السوداء ومازال ما بانش المصير ديالهم إلى يومنا هذا.
فهذا الرجل هو العلبة السوداء اللي كيحمل جميع هذه الأسرار. إذن حسب اعتقادي بأن كاين اليوم تفاهمات داخل الجزائر بين الأجنحة على أساس أن يتم تسليم ناصر الجن ومحاكمته محاكمة صورية، لأن الآن الأخطر شيء كان سيقع هو خروج ناصر الجن من الجزائر. لماذا؟ أول شيء لأنه ربما قد يتابع بمجموعة من القضايا اللي مرفوعة عليه كيف ما كانت مرفوعة على نزار من قبل وعلى التوفيق وعلى جبار مهنا وعلى مجموعة من مجرمي العشرية السوداء. فوصوله لإسبانيا أكيد أو فرنسا أكيد كان سوف ترفع عليه مجموعة من القضايا. وصوله إلى رضاهات المحاكم هو بالضرورة فتح مجموعة من الملفات اللي النظام العسكري لا يريدها أن تفتح. وأكبر دليل على ذلك هو أن اغتيال خالد نزار تم مباشرة بعدما تم إعلان في سويسرا إدانته، وكانت خرجت مذكرة بالقبض عليه. فالنظام الجزائري بكل أجنحته كان لا يقبل أن يصل ناصر الجن إلى الضفة الأخرى. لماذا؟ لأنه سوف يفتضح العديد من الملفات اللي متورطة فيها سواء الجناح الاستخباراتي أو الجناح الأمني أو الجناح الرئاسي. خاصكم تعرفوا أن الصراع اليوم في الجزائر هو بين المحيط ديال الرئيس عبد المجيد تبون الذي يريد استبعاد شنقريحة كما استبعد ناصر الجن، ويريد استبعاد مجموعة من القيادات وطي صفحة الخلاف مع مجموعة من الدول بما فيها فرنسا وروسيا وغيرهم. وهذا الأمر لن يتم إلا بالتضحية بمجموعة من الوجوه المعروفة والرؤوس اللي عندها تاريخ أسود. وأعتقد بأن الشنقريحة سيكون الهدف المستقبلي لهذا الجناح المحيط بالرئيس عبد المجيد تبون. طبعا لما كنتكلموش هنا على الرئيس عبد المجيد تبون في حد ذاته لأنه تبقى كركوز في يد الجنرالات الجزائريين، لكن كنتكلموا على المحيط ديالو واللي سهل له الوصول إلى سدة الحكم، واللي استعمل فيه ناصر الجن من أجل أن يفوز بفترة رئاسية ثانية، واللي استطاع أن يهدئ الشارع في مرحلة حرجة جدا اللي كيمر منها النظام الجزائري. لكن هذا المحيط صراحة يعني كيرمي المسؤولية على الجناح ديال الشنقريحة في خلق هذه المآزق اللي وقع فيها الرئيس عبد المجيد تبون والنظام الجزائري. يحملهم مسؤولية أيضا خراب العلاقات الدولية مع كل القوى الكبرى في العالم. يحملهم مسؤولية الحصار الذي يعني الحصار الإقليمي الذي أطبق على الجزائر اليوم من كل دول الساحل والمغرب وليبيا، ولم يبقى لا بل حتى موريتانيا ولم يبقى له أي متنفس إلا في اتجاه تونس. يحمله أيضا خسران كل الحلفاء الأفارقة الذين قدم لهم النظام الجزائري الملايير من أجل الحفاظ على علاقاته معهم واستعمالها في حربه اتجاه المغرب. يحمله أيضا خسارة النظام الموريتاني والدولة الموريتانية التي كانوا يعول عليها النظام الجزائري في صراعه مع المغرب من أجل إطباق الخناق على المغرب من الجنوب أيضا. إذن ما نراه اليوم من صراع الأجنحة أكيد أنه غادي ينتهي بسقوط مجموعة من الرؤوس، واللي أنا لا أستبعد أن الشنقريحة يكون أحد هذه الرؤوس التي سوف يتم إسقاطها قريبا ويتم التضحية بها. تحياتي لكم ونرجو معكم في فيديو لاحق إن شاء الله.